هلو، الاخبار عاملين ايه يا بنات؟ النهارده جيت لكم بعدسات جديده او هعمل لكم ريفيو عن عدسات جديده لسه نازله طازه. يعني دي بقى جديده جدا. العدسات هي لومينوس كوري، مش العدسات الكوري اللي هي نازله شويه لسه جديده. بس العدسات دي اصلا المفروض ان هي معموله علشان البنات اللي عيونهم حساسه. يعني فاكرين سولوتيكا اللي نزلت عملت ضجه اول ما نزلت علشان هي معموله للعيون الحساسه والعيون اللي فيها مثلا حساسيه او كده. كانت سولوتيكا المفروض هي نمبر 1 في العيون دي. لكن لومينوس نزلت بصراحة دي العدسات الجديدة للعيون الحساسة، للبنات اللي بتعاني من ان لما بيحطوا عدسات عينيهم بتحمر او عينيهم بتتحسس او بتدمع او ما بيقدروش يحطوا العدسات لفترة طويلة. العدسات دي نزلت بس للعيون دي اللي هي زي عيني انا كمان. انا عيني حساسة جدا، ما بتقبلش اي عدسات. يعني نادر لما في عدسة تبقى ماشية عليها كويس. انا العدسة دي قبل ما اعمل الريفيو ده لبستها يوم كامل علشان اقول لكم بكل امانة اذا فعلا هي بتناسب العيون دي او لا. ففعلا هي بتناسب العيون دي ما شاء الله ما شاء الله. يعني انا فضلت بيها اليوم كله ما حسيتليش تماما، غير اللون اللي انا جبته المرة دي لون مختلف تماما عن العادة. انا دايما بجيب حاجات فاتحة. اللون المرة دي انا حبيت ان انا اختاره يبقى لون مناسب الاندرتون بتاعي، بمعنى انه مناسب ليا انا. يعني عايزة اطلع بيها الصبح، عايزة اطلع بيها اي وقت، مش عايزة يبقى باينه ان انا اوفر مثلا حاطه عدسات والكلام ده. فاخترت اللون ده بجد يجنن يجنن يجنن. هوريكم دلوقتي لما اقرب لكم العدسه. اللون اسمه لاتين براون. اوكي، هو بني بس بني شويه، مش بني اللي هو الغامق، لا بني شويه فاتح. تمام. والمفروض ان هي مدتها من 6 شهور لسنه. تمام. وقطر العدسه المفروض ان هي 14.3. اوكي، يعني هي نفس كبر العدسه بتاعه اسمها ايه، ندى فاضل. انا مبسوطه جدا ان انا اول حد بتكلم عن العدسه دي، علشان ما حدش لسه يعرف العدسه دي قوي، وما هي مش مشهوره اصلا انها لسه نازله جديد. وانا مبسوطه ان انا اول حد بتكلم عنها. فدي ده شكل الباكج من بره، العلبه من بره. تمام اهي. المفروض ان هي مكتوب هنا اهو ميد ان كوريا. اوكي، خلي بالكم من الباكج كويس والكلام اللي على الباكج والسيريال نمبر، علشان ممكن ينزل منها مضروب. هي لسه ما نزلش منها مضروب، بس يعني خلي بالكم يبقى الفيديو ده دايما عندكم علشان تستعينوا بيه لو حد مثلا منزل منها مضروب. دي الاصليه. اوكي، عشان دي لسه نازله طازه، يعني حتى مش موجوده كتير في مصر. دلوقتي انا جايباها منين. بتيجي بالشكل ده، بتبقى العدسه هنا زي سولوتيكا بالظبط نفس الفكره بتاعت سولوتيكا. تمام. بتيجي بباكج هنا، والبتاعه اللي هي بتحط فيها العدسات فوق. تمام. وبيجي معاها زي ورقه، زي الورقه مكتوب فيها التعليمات ازاي تلبسوها وازاي تحافظوا عليها وازاي. دي مهمه جدا. اول مره يلبس عدسات مهمه جدا ان انتوا تقروا الورقه اللي جوه العدسه من قريب. طبعا ده لون عيني انتوا عارفينه. ده لون العدسه. انا جايباها من لولو لانسز. اوكي، لولو لانسز اللي انا جبت منها ندى فاضل، اللي هي العدسه اللي هي البلو اللي هي الزرقاء، اسمها ندى رولد. هي البنت اللي انا جبت منها ندى فاضل. العدسه بتاعت ندى رولد اللي هي من ندى فاضل، هي البنت اللي انا جبت منها العدسه بتاعت لومينوس. اوكي، ان شاء الله هكتب لكم رقمها واحط لكم اللينك. هو جروب على الفيسبوك،
واللي حابب اللي في مصر حابب يجيب العدسات بتاعت لومينوس هتلاقوها عند لولو لينس. هسيب لكم تحت على الفيديو ده الرقم بتاعها واللينك بتاع الجروب. تمام. البنت كويسه جدا ومش اول مره بتعامل معاها، دي تاني مره بتعامل معاها. بصراحه هي ورارا الاتنين دول اكتر ناس بحبهم وبحب اتعامل معاهم، بالذات في العدسات، لانهم بيجيبوا كل العدسات بتاعتهم من بره مصر، وواثقه ان هم بيجيبوهم من بتاعت لومينوس هي اللي جايباها من لولو لينس. كويس جدا وذوق جدا جدا جدا، وهتحبوا ان انتوا تتعاملوا معاها. وبس هو ده كان الفيديو بتاع الريفيو بتاع العدسات الجديده اللي هي لومينوس. وان شاء الله هعمل لكم ريفيو، مش هعمل لكم ريفيو، هعمل لكم توتوريال ميك اب على العدسات الايام اللي جايه والفيديوهات اللي جايه كتير جدا على العدسات دي، علشان تشوفوا ايه المكياج اللي يليق على الالوان بتاعت العدسات اللي هي البراون والعسلي والكلام ده. وبس اوكي، ثانك يو سو ماتش، ويا رب يكون الفيديو لايك وسبسكرايب للقناه بتاعتي. السبسكرايب ده اللي هي العلامه الحمراء اللي بتضغطوا عليها علشان يوصل لكم اي فيديو بنزله جديد، بيوصل لكم ان انا نزلت فيديو. تابعوني وتستفيدوا من الفيديوهات اللي انا بنزلها، ويا رب يكونوا بتستفيدوا فعلا او انا بفيدكم في حاجه يعني في الفيديوهات. وبس ثانك يو سو ماتش، ولو عجبكم برضو الفيديو بليز لايك وشير للفيديو. اوكي ثانك يو، باي باي.